السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي المشاهدين الكرام في كل مكان. طاب الله أوقاتكم بكل خير ومحبة وسرور. نلتقي اليوم إن شاء الله في درس جديد من دروسنا المتسلسلة الموضحة عن طريق برنامج يقوم ببعض عمليات القيود المحاسبية، أو عن طريق استخدام لغة السي شارب وقاعدة بيانات SQL سيرفر. تحدثنا في الدروس السابقة عن وضحنا عملية زر الإضافة وعملية زر الحفظ. موضوعنا اليوم إن شاء الله سنتطرق على التقارير الموضحة في هذا البرنامج. أولا لاحظوا معي، ركزوا معي بالبرنامج. وضحنا القيود، وضحنا في المحاضرة السابقة عن عملية القيود، وقلنا لو أردنا نطبع عن سند معين أو قيد معين، نضع السهم هنا، السهم في رقم المستند، ونضغط على F7. يتم عرض جميع السندات الموجودة الغير مرحلة. نضغط على أي سند، وليكن السند رقم 3، نعمل دبل كليك عليه، نعمل طباعة. لو تلاحظون أنه التقارير مصممة هذا شوية زي ما وضحت لكم بالدروس السابقة، إن التقارير هذه مبنية على على القيود اليومية التي وضحتها سابقا. القيد اللي سويناه في المحاضرة السابقة ها هو الآن. القيد رقمه 3، تاريخ كذا ورقم البرقع كذا. الآن إن شاء الله سنوضح الأكواد التي تعمل هذه التقارير. ركزوا معي أحبائي بالله إن شاء الله خطوة خطوة، وستفهمون إن شاء الله كل ما سأقوله. أذكر المحاضرة السابقة وضحت لكم الكود الإضافة، ووضحت لكم الكود الحفظ. اليوم إن شاء الله بنوضح زي ما قلت لكم القيود اليومية، صد الطباعة. زر الطباعة نضغط عليه دبل كليك. لاحظوا معي الكود الموضح عند ضغط زر الطباعة. كل ما هو قديم ولا في حاجة جديدة. يعني لو لاحظت هنا إنه إيش، أنشأت نافذة سميتها بإيش، كريستال ريبورت، واستنسخت منها متغير باسم ماي برودكت. استنسخت منها هذا المتغير، وقلنا هنا المتغير دوت سيت بارامتر فاليو. ملاحظة التقارير مبنية على هناك حالتان، يا تبنى على التقارير أقصد على الجداول، أو على التخزين أو الإجراء المخزن. تخزين الإجراء المخزن. هنا أنا أنشأت التقارير عن طريق الإجراء المخزن. كيف يعني الإجراء المخزن؟ لاحظوا هنا معي، شفت أول ما استدعيت بالتقرير عن طريق المتغير ID. هكذا يتعرف المتغير ID دوت واي بين علامتين تنصيص ID. المتغير هذا التكست هو، لاحظوا معي، هو المتغير رقم المستند الذي أحدد فيه رقم المستند، أو رقم التقرير، رقم السند أو القيد اليومي. عندما أختار هنا رقم السند وأضغط طباعة، يروح يعرض لي التقارير المعين اللي اخترته هنا. لو تلاحظوا معي تشوف تكست كاردي اللي هي تكست، الرقم اللي هو
المختار من النافذة يروح إلى الايدي، إلى المتغير الايدي. ما هو المتغير هذا الايدي؟ لو تلاحظوا معي تشوف هنا هذا هو التقرير. كيف بنينا هذا التقرير؟ إن شاء الله أنا إن شاء الله بوضح التقارير هذه على خطوة خطوة بالدروس قادمة إن شاء الله مفصلة. لكن ما سنتعلمه اليوم هو بأي طريقة أنشأنا التقارير، وكيف أنشأناه بالطريقة أو بمعلومة سطحية وليس تفصيلية. لو تلاحظوا معي شوفوا التقارير هنا، نوع السند كما استعرضته قد بشوية. هنا معنا رقم المرجع، هنا معنا الرقم المستند، رقم السند، نوع السند. طيب لو تلاحظون هنا، لو تلاحظوا هنا في هذا المربع، في هذا المربع يتم تكرار، في هذا المربع يتم تكرار كل ما هو موجود، يتم تكراره داخل التقرير، داخل العرض. أما الترويسة اللي هنا تظل على ما هي ثابتة. لاحظوا معي وقت التنفيذ، لاحظوا معي إن هذا المربع النصي اللي هنا يتم تنفيذه أو تكراره داخل التقرير. بوضح لكم الآن. شوف لاحظوا، قلنا أول ما نعمل العمليات قيود يومية نختار F7، نأشر الموس ونضع F7، يتم عرض ايش؟ السند طباعة. طيب لو تلاحظون معي الآن، لو قلنا رقم الحساب أظل على ما هو، رقم الحساب بقي على ما هو رقم الحساب على ما هو. أما هنا الكود اللي هنا هذا السطر يتم تكراره بالتقرير، يتم تكراره بالتقرير. ها هو يعني لو في 1000 سند بيتم تكراره على هذه النافذة كامل، في 1000 سند، في 100 سند، في 10 سندات. أما هنا الترويسة تظل على ما هي. طيب لاحظوا الآن معي هنا كيف أنشأنا هذا التقرير. التقرير هذا تم إنشاء نافذة، هذه النافذة، هذا الفورم يتم استعراض التقرير اللي هنا، جميع الإجراءات والبيانات التي تتم استدعاؤها من قاعدة البيانات إلى النافذة. هذه النافذة يتم عرض التقرير بهذه النافذة، يتم عرض التقرير بهذه النافذة. كيف يتم عرض التقرير بهذه النافذة؟ أول ما تنشئ النافذة، مفهوم النافذة كيف تنشأها، الفورمة. بعد ما تنشئ الفورمة يتم عملية ايش؟ سحب من الفورمة. لو تلاحظون هنا معي الريبورت، الريبورت هنا لكريستال ريبورت، ها هي كريستال ريبورت. تضغط عليه كذا وتسحب سحب لهنا، تطرح سحب فلات. أول ما تسحبها وتفلتها تروح تضغط على السهم اللي هنا، السهم اللي هنا تقول له ايش؟ كريت نيو كريستال ريبورت، كريت نيو كريستال ريبورت. تضغط عليه، تسمي هنا التقرير بأي اسم تريده، تضغط دبل كليك عليه. طيب الآن بيعرض لك نافذة يخيرك، هل تريد استعراض بيانات بناء التقرير هذا عن طريق جداول أم عن طريق إجراء مخزن؟ طيب هنا تقول لك تخلي البيانات كما هي افتراضي، تقول له دبل اوكي. لاحظوا معي هنا يتم ايش؟ هذه قاعدة البيانات تبعي، هذه القاعدة البيانات اللي تم إنشاؤها، ها هي. طيب هنا هل تريد تستعرض البيانات من جداول أم من إجراء مخزن؟ لو هنا معنا تيبل وهنا معنا ايش؟ ستورد بروسيدور، إجراء مخزن. أنا اللي أنشأته هنا أنشأته إجراء المخزن هنا، هذا هو الإجراءات المخزنة.
ما هي هذه الإجراءات المخزنة؟ لاحظوا معي ما هي هذه الإجراءات المخزنة. تراجع، لا نريد نلخبط الموضوع طيب لاحظوا معي الإجراء المخزن ها هو الآن أنشئ هذا التقرير. تراجع. طيب كريستال ريبورت، هذا هو كريستال سيرفر SQL سيرفر. التقرير أنشأنا التقرير التقرير أنشأناه من رقم السند. هنا لو تلاحظ على نوع السند، هنا التاريخ، هنا معك رقم الحساب، هنا اسم الحساب، هنا البيان، هنا المدينة، الدائن. طيب هذا كل البيانات من فين أتت؟ أتت من عدة جداول. من الجدول اللي هو كاردي، اللي شرحناه سابقا، إنه ترويشة الفاتورة أو القيد، ومن ثم تفصيل القيد اللي هو الجزء التفصيلي. يعني البيانات تم استدعاؤها من جدولين. ها هو from من الجدول الأول والجدول الثاني. طيب بشرط معين وليس كذا. هنا في ما بين الجدول هذا والجدول هذا فيه علاقة بالبريمري كي وفورجن كي. البريمري كي والفورجن كي تم بناؤها هنا. قلنا وير عندما الكاردي يساوي لي ايش؟ اللي هي علامة الرابط بين الجدولين. ها هو هنا علامة الرابط بين الجدولين. and ركز على هنا المعامل المنطقي. and ورقم اللي هو بالجدول التفصيلي يساوي لي ايش؟ المعامل اللي تم إرساله من النافذة الرئيسية. المعامل اللي تم إرساله من النافذة الرئيسية، من النافذة هذه أقصد، من التكست الموضح هنا، من هنا تم إرسال بالرقم لهنا، من هنا إلى هنا. وبناء على هذا الشرط تم استدعاء من الجدولين هذه البيانات، وتم عرضها داخل التقرير. إلى هنا أعتقد اتضحت المشكلة. طيب لو لاحظنا هنا التقرير، هنا معنا اللي هو المدين، ومعنا هنا ايش اللي هو الدائن. هنا معنا المدين والدائن. كيف تم جمع؟ لاحظوا معي، لو تلاحظوا معي تشوف كيف تم جمع العمود الدائن والعمود المدين. هو ليس هو مجموع يعني داخل قاعدة البيانات. ليس قاعدة البيانات. يتم بناء الجمع تلقائيا عند تنفيذ التقرير. يتم جمع تلقائيا عند تنفيذ التقرير. لو هنا تشوف نختار رقم السند، نضغط F7، نختار رقم 2 طباعة. لو تشوف هنا رقم السند رقم 2، نوع المستند. لو تلاحظوا هنا لو تلاحظوا من العمود المدين تم جمع المبلغ حق، تم جمع المبلغ الإجمالي، وهنا تم جمع المبلغ الإجمالي. كيف تمت هذه العملية؟ لو تلاحظوا معي تشوف، لو مركزوا معي هنا بنينا متغيرين. لاحظوا معي إن عملنا هنا إيش؟ عملنا في هذا المربع. لو كنا عملنا في هذا المربع بيتم تكراره كل على حسب الصفوف الموجودة، لكن هنا داخل التكست كده تم إنشاؤه هنا بكل بساطة. نضغط على هنا، نروح من عندنا نقول له بارامتر فيلدر أو لا فورمولا فيلدر. نضغط عليه كده، نقول له هنا نيو. نروح نسمي الاسم، اسم المتغير ايش من اسم، نقول له ما وليكن على سبيل المثال واي. اوكي، تم انشاء الواي هنا. لو تلاحظوا الواي تم انشاؤه هنا. طيب هنا تقوم بعملية ايش؟ تقول ان الواي يساوي ماذا؟ تروح تستعرض على الحقل هنا
المدين تأخذ هنا. من هنا تقول الواي يساوي لي الواي زائدا القيمة الجديدة اللي هي أتي لي من هنا على هذا العملية، وتقول له هنا إيش؟ عملية الحفظ سيف. يتم بناء المتغير هذا هنا، بعدها تروح لعند المتغير واي تسحبه سحب كده، سحب إلى هنا. ها هو الآن هذا المتغير، لو حاول ننفذ الآن بيجمع لي إيش؟ جميع البيانات الموجودة في داخل العمود المدين. طيب كيف تم استدعاء هذه البيانات إلى النافذة الرئيسية وتم عرضها في التقرير؟ هنا لو تلاحظ هنا، هذه النافذة اللي تم بناؤها لعرض التقرير. كيف تم ربط النافذة ذه مع الكريستال ريبورت؟ هذا هو ما سنوضحه الآن. وضحت لكم من أول هنا إن تم استدعاء التعليم هذا إنه عن طريق الاي دي وعن طريق التكست كاردي، الرقم المعين. عفوا، البطارية على وشك الانتهاء. إن شاء الله أعزائي المشاهدين الكرام سنخلص إن شاء الله بمحاضرة قادمة إن شاء الله جديدة، وأستسمحكم بالله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.